تخيل معايا منتخب مصر داخل يواجه البرازيل الصامبا بتاريخها ونجومها قدام الفراعنة بروحهم وقتالهم المعروف. بس السؤال هنا، ايه التشكيلة المثالية اللي ممكن تواجه منتخب بحجم البرازيل؟ مين يبدأ؟ مين يقعد دكة؟ وهل الهجوم افضل ولا اللعب بتحفظ؟ في الفيديو ده هنتكلم عن التشكيلة اللي ممكن تعمل الفارق قدام البرازيل، وهحلل كل مركز وليه اللاعب ده يستحق يكون اساسي، وكمان هنشوف ازاي منتخب مصر يقدر يوقف خطورة نجوم السامبا ويستغل نقط ضعفهم. ولو عندك تشكيل مختلف اكتب رأيك في الكومنتات، ويلا بينا ندخل على التشكيلة المثالية لمواجهة البرازيل. في حراسة المرمى مصطفى شوبير هو الحارس الأفضل في مصر حاليا. باك يمين مجبورين عليه في الأهلي والمنتخب محمد هاني لأن مفيش غيره. 2 قلوب دفاع عبد المنعم ورامي ربيعة، الثنائية اللي وحشانة في الأهلي. باك شمال هو هيلعب بكريم حافظ، لكن أنا من وجهة نظري أحمد فتوح، لأن أحمد فتوح لما بيبقى رايق في الماتشات الكبيرة بيعرف يأدي إذا كان هيلعب على مين. ونيجي بقى لنص الملعب، عندنا فيه تكدس بس هنلعب ب2 ديفندرات، مهند لاشين وحمدي فتحي. مهند لاشين عشان عامل اداء حلو الفترة اللي فاتت، وحمدي فتحي عشان هينزل يسند مع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وهيلعب كمدافع ثالث. وهحط قدامهم امام عاشور يبقى صانع العاب، و3 قدام، يمين صلاح، شمال تريزيجيه، وفي الامام العريس عمر مرموش. ونروح لنتيجة الماتش، وتوقعي هيكون 2-1 لمصر ان شاء الله. واكتب في الكومنتات توقعك للنتيجة، وقبل ما تخرج من الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب. وبس كده، سلام.